عمرك حسيت ان الحيطان بتفضحك قبل ضميرك؟ عمرك سألت نفسك ازاي ست تعيش وتموت لوحدها واحنا ولادها لسه عايشين؟ الشارع كان هادي زيادة عن اللزوم، بس ريحة غريبة كانت طالعة من باب شقتنا القديمة اللي في الدور التالت. ريحة تزق القلب مش بس الأنف، ريحة وجع مهمل، صرخة ست اتسابت تموت لوحدها لحد ما حتى الموت زهق من صبرها. الجيران اتلموا، بس مش عشانها، لا عشان الريحة. الناس خبطت ونادت، حاولت تفتح الباب، واحنا ولا واحد فينا اتحرك، وحتى ما كانش فاكر رقم تليفونها. الأسوأ مش لحظة موتها، لا، الأسوأ اننا كنا فاكرين ان احنا اخر حد يعرف ان هي ماتت. وهنا بقى تبدأ حكايتي. انا مي، عندي 30 سنة، البنت اللي امها ماتت واقفة في صالة بيتها، وانا كنت بحضر خروجة اخر الاسبوع. كنت فاكرة دايما ان امي ممكن تموت من غير ما حد يكون جنبها. امي كانت اسمها الست نوال، ست بسيطة مريضة من زمان وبقالها سنين عايشة لوحدها. وبعد ما ابونا مات وكل واحد فينا جرى شاف حياته، فاكر اخر مرة كلمتها كانت من حوالي شهر، ما تستغربوش، شهر كامل. كل اللي قالته عاملة ايه يا مي، نفسك في حاجة يا بنتي؟ وانا بكل برود الدنيا قلت لها لا يا ماما انا كويسة. طب اقفلي اقفلي هكلمك بعدين. بعدين دي كانت اخر كلمة بينا، وانا ولا سألت ولا رجعت. اخويا الكبير مسافر واختي متجوزة في بلد تانية، وانا اقرب واحدة ليها وبرضه كنت ابعدهم عنها. اللي حصل يومها كان اكنه عقاب من ربنا مش صدفة. انا كنت في الشغل، لقيت اختي بتكلمني وصوتها مرعوب. مي، الجيران اتصلوا بيا بيقولوا في ريحة طالعة من شقة ماما. قلت لها ازاي يعني؟ يمكن حاجة اتحرقت ولا بايظة يا بنتي. قالت لي بصوت بيتهز، قالوا ان هما بلغوا الاسعاف والشرطة، شكلها ماتت يا مي. الكلمة وقفت في قلبي قبل وداني. قفلت التليفون وجريت، مش عشان خايفة عليها لا، لكن عشان لاني فجأة اتخضيت من فكرة المواجهة، وان انا للدرجة دي سايباها لوحدها. وانا طالعة السلم سمعت الجيران بيهمسوا وبيقولوا بقالها كام يوم محدش شافها. كانت بتشتغل طول الوقت وسايبة امها غلبانة وولادها عمرهم ما بيجوا، ولا واحد فيهم قال مسكينة مسكينة، عشان كأنهم كانوا مستنيين اللحظة دي عشان يؤكد احساسهم اننا ولاد عاقين بنرمي امهاتنا زي الاغراض القديمة. الباب اتكسر وقلبي اتفتح على جرح مش هيتقفل. دخلنا الصالة والهوا كان تقيل وكل حاجة في البيت واقفة، كأن الزمن وقف عند اليوم ده، وأكني مش قادرة أخد نفسي. أمي كانت واقفة، والله واقفة ونايمة على الحيطة، كأنها بتحاول تتسند على آخر نفس، بس للأسف ملحقتش. وشها كان هادي وعينيها مغمضة وإيديها ماسكة طرف طرحتها. الجيران اتصدموا، بس أنا حسيت إن أنا اتشليت. وقفت قدامها ودموعي مش عارفة تنزل، كأني مش مستحقة ان انا، او ما استحقش ان انا ادعي عليها، ما استحقش ان انا ابكي عليها. قلت لنفسي دي امي، الست اللي استحملت ابويا وربتنا ومرضت واتسابت لوحدها لحد ما ماتت من غير ما حد يسمع صوتها. اللحظة اللي بعدها كانت أسوأ. دخلت الإسعاف وابتدوا يسألوا حد من ولادها كلمها آخر مرة امتى، بتاخد الأدوية في ميعادها، كانت بتتعالج فين، طيب بقالها كام يوم كده. وانا برد بصوت مش طالع وبقول مش عارفة بنتها ومش عارفة. الراجل قال لي واضح ان هي ماتت من 2 أو 3، جسمها ناشف. 2 أو 3؟ 3 ليالي في عتمة واحدة وموت واحنا بننام عادي؟
أختي كانت منهارة، بس انهيارها ما كانش كفاية. أخويا بدأ يصرخ، بس الصراخ دوت اجا متأخر، وأنا كنت حاسة إن القتلة مش البنت. البيت بعد ما شالها كان بيصرخ، ريحة غيابها، صمتها، الكوباية اللي جنب سريرها، المصحف المفتوح على صورة مريم، عكازها اللي مكسور من ناحية واحدة. رجعت بصيت حواليا كأني بدور على سبب يخليني اطلع او اطلع نفسي مش غلطانة، لكن ما لقيتش. لقيت ورقة على الترابيزة، ودي كانت الضربة اللي هدتني. كانت كاتبة بخطها المرتجف: يا رب، يا رب ما تموتنيش قبل ما اشوف عيالي حواليا. بس للأسف ماتت لوحدها، واحنا ولا حواليها ولا حواليها، ولا حواليا ولا حواليها. وعشان كده رسالتي ليكوا يا احبابي، يا ريت نخلي بالنا من امهاتنا وابهاتنا ونقدر قيمتهم كويس قبل فوات الاوان. واخر حاجة هقولها آية من كلمات الله الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.